عندكم بضاية وشوية دقيق وكوباية حليب، هنعمل بقى بيهم فطاير رائعة سهلة وبسيطة جدا، طرية وهشة زي القطنة ومن غير فرن كمان. هنحتاج أول حاجة كوباية من اللبن الحليب ويكون دافي، هننزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، بشر برتقانة لو حابين تحطوا نكهة برتقان، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. نقلب كل الحاجات دي مع بعضها ونسيبها بس 10 دقايق بقى تبتدي تعمل الفوم اللي انتوا شايفينه فوق ده، يعني كده الخميرة اشتغلت وتمام. هننزل عليهم ببضاية، هي بضاية واحدة بس، نقلب كل حاجة مع بعضها. طبعا لو ما حطيتوش بشر برتقان حطوا معلقة صغيرة من الفانيليا عشان البيضة، طبعا بشر برتقان اوريدي بيقضي على الزفارة، مش محتاجين نحط فانيليا ولا حاجة. هننزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق، بس هننزل بالدقيق بالتدريج واحدة واحدة، يعني ننزل مثلا كوباية كوباية، نقلب ونرجع نكمل لحد لما نخلص كمية الدقيق كلها علشان العجينة ما تنشفش مننا مرة واحدة. طول ما هي محتاجة أنا زودت بقى إيه لحد لما سبت في الآخر نص كوباية كده وبدأت أعجن. وأنا بعجن هشوف لو لقيتها بتلزق معايا أو إيدي مش عارفة تعجنها وماسكة في إيدي ومكلبشة زي ما انتم شايفين كده بزود. ننزل عليهم بمعلقتين كبار من الزيت، معلقتين زيت فقط، ونعجن بقى لحد لما العجينة تشرب الزيت وتنعم معانا. هي شربت الزيت بس أنا لقيتها لسه بتلزق، كنت شايلة كده لسه إيه معلقتين على جنب حطيته. وبكده الدقيق بتاعي أنا احتجت منه 3 كوبايات. هنعجن عجينه لحد لما تنعم زي ما انتم شايفين كده، تاخد لها تقريبا 3-4 دقايق عجن. لو عندكم طبعا عجان اشتغلوا فيه. حطيت في الطبق كده يعني نقطتين زيت، هغلفها بالزيت وهغطيها واسيبها علشان خاطر تخمر لحد لما يتضاعف حجمها. نحطها في مكان دافي او نولع اللمبه بتاعه الفرن ونحطها لحد لما تخمر زي ما انتم شايفين كده. العجينه طريه جدا وبتلزق شويه، يعني دايما المعجنات عايزينها تبقى طريه، خلوها فيها تلزيقه خفيفه. كل ما تحبوها طريه كل ما تخلوها بتلزق. طبعا يعني لو اتفردت بسهوله تمام، ما اتفردتش بسهوله حطوا رشه دقيق. فردتها على شكل مستطيل وهنقطعها لمستطيلات زي ما انتم شايفين كده، بنقطعها من النص ونبتدي نقطعها من النص برضو يعني بلاس كده، ونرجع نقسم بقى ايه ونعمل الاشكال احنا عايزينها ونشيل الزوايد ونرجع نفردها ونقطعها برضو لحد لما ايه نخلص العجينه كلها. ممكن طبعا تقطعوا باي شكل تاني، تقطعوها دوائر، تقطعوها مربعات زي ما انتم عاوزين. حطيتها فوق ورق زبده، وممكن على فكره من غير ورق زبده ولا حاجه، وغطيتها علشان خاطر يتضاعف حجمها، ونسيبها تخمر كمان شويه يعني نص ساعه كده ولا حاجه لحد لما حجمها ينتفخ شويه كمان. وفي زيت بقى سخن، بس طبعا مش مولع نار تكون متوسطه. احنا بنسخن الزيت وبعد كده بنهدي النار وننزلها للمتوسط، ونحط فيها 3-4 بالكتير علشان الزيت حرارته ما تنزلش. مش لازم كمان زيت غزير قوي، بنحطها تاخد لون نقلبها على الناحيه التانية. بس اهم حاجه زيت ما يبقاش مولع نار علشان ما تاخدش لون بسرعه وتبقى من جوه مش مستويه، يعني تاخد وقتها شويه، تاخد لها تقريبا دقيقتين على كل ناحيه. طلعها على مصفى او راك ونبتدي بقى نحشيها. طبعا ممكن تحشوها باي حشوه، عندكم كاسترد، عندكم اي حاجه. انا حشيتها بصوص شوكولاته انا عاملاه في البيت، عاملاه معاكم قبل كده. اللي بنعمله في الخلاط انا عامله معاكم بكذا طريقه في الخلاط بالزيت، وطريقه من غير دهون خالص بلبن البودره في الخلاط برضه او في الكبه. تقدروا تعملوا اي طريقه فيهم. تقدروا تعملوا جنان شوكولاته، يعني 1 ل1 كوبايه كريمه على كوبايه شوكولاته وتسيحوهم مع بعض. بعمل حفره فيها كده بقى وبحشيها بالشوكولاته، بعد كده اديت لها رشه من السكر البودره واي شكل عليها كده من فوق. سهلة وبسيطة وسريعة جدا على فكرة، ومش محتاجة فرن ولا حاجة، وطعمها حلو جدا وهشة فوق ما تتخيلوا. عموما المخبوزات لما بتتقلي بتبقى هشة جدا عن الفرن. الفرن ساعات شوية بينشف المخبوزات. شايفين بقى شكلها من جوه عامل ازاي؟ هي باين عليها قد ايه هشة وقد ايه عاملة زي القطنة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفات اللي رايكم فيها، نزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد.